هلو هلو، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اعمل معاكم النهارده جلاش باللحمه وبالسمسم وحبه البركه. طعمه تحفه، جميل جدا ومش تقليدي خالص على اللي احنا بنعمله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا معايا هنا لفه جلاش، بس لفها كده طبعا باي فوطه عندك عشان ما ينشفش. وهاخد منها مقدار ورقتين، يعني هعد ورقتين كده على ايدي عشان الورقه واحده هتبقى خفيفه جدا. وهدهنها كده بسمنه سايحه او زبده، او زي ما انتوا شايفين بالعرض. انا حطاها كده بالعرض. ومعايا بقى هنا لحمه معصجه عادي، بصلايه يا دوبك تحمر شويه هنزل بيها باللحمه. وبعد ما تتشوح هنزل عليها بالتوابل بتاعتي وبالملح وفلفل. عايز تحطي معاها عصير طماطم حطي، انا بشر طماطميتين وحطاهم عليه. وهحطها بقى كده بالعرض برضو اهو زي ما انتوا شايفين. هقرب لكم بس كده عشان تشوفوا اهو. وهبدأ بقى بالراحة خالص تلفي وتقفلي الجوانب. يعني تقفلي الجوانب كده كأنك بتعملي مثلا صباع محشي كرنب، عشان اللحمة ما تخرجش. او هبدأ الف بقى كده والفها رول عادي، بس ما تبقاش رول ما تتنيش عليه. بص انا ماشية بالعرض كده، تبقى رول بالعرض اهو. هبدأ بقى ارصها في الصينية بتاعتي، هدهنها برضو زبدة اهو. وهرص بقى عليها الجلاش. هوريكم واحدة تاني اهو. حطيت برضو اللحمة ودهنت الطبقة زبدة الأول وبعد كده لفتها وهحطها في الصينية. خلصت كده كل الكمية معاكم. هبدأ بقى أقطعها قطعتين كده أو 3. بشكلها حلو وخفيفة جدا عن التقليدي اللي هو المربعات اللي احنا بنعمله ده. واجي هنا معايا كوباية لبن أو كوباية اللي حاجة خفيفة، كسرت عليها بيضاية واحط عليها شوية فلفل أسمر وهقلبها كويس جدا بالشوكة كده أو بحاجة. طبعا الفلفل الأسمر عشان بيمنع ريحة زفارة البيض. وهحطها بقى على الجلاش اهو. وهحاول بقى هلف الصينية كده علشان يتشرب من كل الصوص ده او من السائل ده. بس وادخلها فرن درجة حرارة 180. بس هحط بقى عليها الاول السمسم. السمسم وحبة البركة بقى هيودي الجلاش في حتة تانية خالص، خلي طعمه جميل جدا اهو. وهدخلها بقى الفرن. هنا بقى بعد ما خرجت اهي، شكلها تحفة ومقروي مقرمش جدا، طعمه حلو قوي. هقطعه بقى التقطيعة هي التقطيعة، بس طبعا ايه هعيد عليها تاني اهو. شايفين بقى شكله من جوه جميل قوي ومقرمش. انا بوريك انه مقرمش. جربوه يا رب يعجبكم. باي باي.